السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب يا رب يا رب تكونوا كلكم بخير وفرحة وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توتة توتة، خلصت الحدوتة. حدوتة تاريخية بكل معالمها، بكل أرقامها، بكل حاجة حصلت فيها على مدار تقريبا أسبوعين. حدوتة رائعة، حدوتة تاريخية. المصريين كتبوا فيها تاريخ عظيم. انتهت حدوتة دور المجموعات اللي كنا محشورين فيها بقالنا 93 سنة. ابتدت حدوتة جديدة وهي التأهل للدور 32. وقدر ربنا سبحانه وتعالى قدر وشاء ان انت ما تطلعش اول المجموعة، لان احنا لو كنا طلعنا اول المجموعة كنا هنلاعب كوريا. واللي متابع كاس العالم شوية، لو كنت اتفرجت على ماتشات كوريا، يعني في الماتشات اللي فاتت الناس دي بتلعب كمبيوتر. يعني انت بتلعب، عارف لما تلعب بلاي ستيشن قدام الكمبيوتر او تلعب التيمت تيم او الكلام ده كله، انت بتلعب حرفيا اجهزه. فما كناش يعني، مع احترامنا لكل الفرق، بس ما كناش ممكن ناكل ولا نشرب معاهم عامه. فقدر الله ثم قدر الله ثم قدر الله وما شاء فعل ان احنا نطلع تاني المجموعه علشان نلاعب استراليا ان شاء الله يوم 3/7. فقدر الله كله خير. لسه مش قادر اقول لك برضو، يمكن انا لما اتكلمت على ايران واتكلمت على نيوزيلندا قلت لك الاتنين فلاحين كوره، والاتنين تقدر تلعب عليهم كوره وتلعب وتكسبهم، لان انا كنت تابعت حرفيا الماتشات بتاعتهم. لكن منتخب استراليا مش هقدر اتكلم معاك عليه، لان انا لسه ما تابعتش الماتشات بتاعته، ما تابعتش طريقه اللعب، ما تابعتش هم اصلا حتى ترتيبهم في المجموعه بتاعتهم. ما اعرفش هم طالعين رقم كام. اتفاجئت بس والماتش شغال ان احنا هنلاعب استراليا بدلا من كوريا. فخلينا برضو قبل الماتش ان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل فيديو نتكلم فيه عن منتخب استراليا، ونقول نتكلم عن طريقة لعبهم، نتكلم عن هل هنقدر ان شاء الله ان احنا نخبط معاهم ولا لا. ولكن اللي يخليك تعمل حدث تاريخي لأول مرة في التاريخ بانك تصعد لدور ال 32 وتبدأ حدوتة جديدة، يخليك تكسب استراليا ويخليك تكسب اتخن من استراليا كمان. احنا مش عايزين نخاف من حد، ما نديش اي فريق مهما كان حجم غير حجمه، وما نديش لحد او ما نرهبش، ما نخافش من حد خالص من الفرق اللي ممكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بدعوات المصريين وبمجهود اللعيبه اللي في الملعب ورجولتهم ان هم يكسبوا استراليا. طيب، خلينا نتكلم عن مباراة مصر وايران اللي كانت في صباح اليوم النهارده. وخلينا نتكلم عن حاجه كويسه جدا. لا، اولا انت بتلعب الماتش دوت بدايه من الماتش خالص، قبل ما تلعب الماتش عارف ان انت تأهلت بشكل رسمي، لان خلاص كان واضح ان السعوديه واوروجواي ودعوا البطوله، وكان صعد من المجموعه دي اسبانيا طبعا، ومفاجاه البطوله كاب فيردي او منتخب الرأس الاخضر. طيب، فانت كده كده بتلعب الماتش ده وانت مرتاح شويه، ولكن بتلعب علشان ترتيبك في المجموعه. يعني لو كنت لا قدر الله خسرت من ايران كان هيبقى في ترتيبك في المجموعه الثالث. طيب، لو كنت طلعت اول او لو كنت كسبت ايران كنت هتطلع الاول، فالتعادل خلاك تاني. فهو كانت المباراه مهمه لهذا الاساس او لهذا السبب، ان انت تشوف ترتيبك في المجموعه هيبقى رقم كام. طيب، قد كان الحمد لله رب العالمين. كابتن حسام حسن، يا جماعة الراجل ده مش طبيعي. الراجل ده محترم. الراجل ده فاهم شغله كويس قوي. الراجل ده جامد قوي قوي قوي. ليه؟ لأنه هو قدر يمشي الماتش زي ما هو عاوز. انت بدأت أول 5 دقايق، محمود صابر سجل هدف، اتلعبت عليك ضربة جزاء، اللهم بارك على مصطفى شوبير. يعني وبنشكر كابتن أحمد شوبير على جودة الإنتاج. طيب، فبعديها تعادلوا معاك، فضلت مسيطر على المباراة وماسك كورة اغلب اوقات المباراة. يمكن 90% من المباراة او 85% من المباراة انت ماسك كورة على منتخب ايران،
وانت بتتحكم في الكرة زي ما انت عاوز، وقت ما تعوز تهاجم تهاجم، وقت ما تمسك استحواذ في نص الملعب بتمسك، وقت ما بتدافع بتدافع. فانت ممشي المباراة كلها على مزاجك، الا لما حصلت بعض الاصابات، بعيدا عن اصابة محمد عبد المنعم طبعا، واللي بنتمنى له السلامة. يمكن انا طلبت وجوده اكتر من مرة، ولكن قدر الله ما شاء فعل يعني. أه بتكلم عن ان انت مشيت الماتش زي ما انت عاوز، الى ان جاءت الدقيقة 93 والفاول اللي هو اصلا مش فاول، اللي مهند لاشين هيتوقف الماتش الجاي بسبب ان هي مش فاول، وخد انذار عليها بالاونطه. وادى ذلك ان شجاع خليل دوت، ربنا يا رب ما تحطني في الموقف ده طول حياتي ابدا يا رب، جاب الجول من الفاول. ولكن بعد رجوع لتقنية الفار تم احتساب الهدف اوفسايد، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. طيب ليه كابتن حسام حسن محترم؟ لانه عرف يعني عرف يعمل اللي هو عاوزه، بمعنى عرف يمشي الماتش زي ما هو عاوز. وقت ما كان عايز يجيب جون بتوفيق ربنا برضه جاب جول، وقت ما كان عايز يدافع دافع، وقت ما كان عايز يعمل عمل كده. فهو المتحكم الاساسي والرئيسي في المباراه الكابتن حسام حسن والمنتخب المصري. طيب لعيبه منتخب مصر كلكم بلا استثناء، اللي لعب راجل واللي ما لعبش راجل، اللي حالف الحظ وسجل راجل، واللي ما وفقوش لسه او ما حالفوش الحظ لسه ان هو يسجل اهداف في كاس العالم راجل. كابتن حسام حسن انا نزلت بوست على الفيسبوك وعملت لك فيه منشن او تاج، بعد اذن حضرتك عايز اجيب جول في كاس العالم. طالما اي حد بيلعب معاك يا راجل بيجيب جول في كاس العالم، انا عايز اعمل ده. احنا رحنا 2018 محمد صلاح جاب جولين، واحد من ضربة جزاء، وواحد كوره كده بالصدفه في السعوديه حطها تشيب باس او لوب باس من فوق الحارس. طب انا يعني ما شاء الله اللهم بارك السنه دي اهو، تريزيجيه جاب جول، صلاح جاب جول، زيكو في اول مشاركاته جاب جول، محمود صابر في اول مشاركاته جاب جول. طب انا يا كابتن حسام بالله عليك، بالله عليك، انا عايز اجيب جول في كاس العالم، عايز افرح ابويا وامي يا اخي. نشكركم كلكم. بتكلم عن كابتن حسام حسن، بشكرك وبشكر الجهاز الفني المعاون ليك، وبنشكر اللعيبه كلها، رجاله رجاله رجاله، عملتوا اللي قعدنا سنين وسنين نتمنى ان هو يحصل. وكان دايما بيتشكك في المدرب المصري، المدرب المصري اثبت ان هو صاحب قرارات حاسمه، المدرب المصري اثبت ان هو صاحب فكر قوي جدا، صاحب اداء هجومي قوي، حماس قوي، اثبت ان هو لا بديل عن حسام حسن في منظومة الكرة المصرية ومنظومة أو منظومة منتخب مصر. طيب كابتن حسام حسن امبارح أو النهاردة صباحا بدأ بتشكيل مصطفى شوبير في حراسة المرمى. ويمكن أنا لسه قايل من شوية وبقول تاني، بنشكر كابتن أحمد شوبير شكرا جزيلا على جودة الإنتاج، ونتمنى يكون عنده مصطفى عنده أخ وأنت مخبيه شوية عن الأنظار، ويكون بيلعب فيرود، لأن النادي الأهلي محتاجه جدا بصراحة بقى كابتن شوبير. طالما هي دي جودة الإنتاج فإحنا محتاجين منك فيرود يا كابتن شوبير. فأتمنى يكون مصطفى شوبير عنده أخ تاني ومخبيه. كابتن احمد شوبير خايف عليه مثلا من الحسد، خايف عليه من اي حاجه، يقول لك مصطفى وعادل وسامح واي حاجه اي اسم. ف بنشكر مصطفى شوبير، اداء عالمي، اداء رجولي. يا ابني انت ايقونه في حراسه المرمى بالرغم من صغر سنك. يعني يمكن انا ومصطفى سن واحد، او يمكن انا اكبر من مصطفى بحاجات بسيطه، سنه او اتنين. بشكرك يا مصطفى جدا 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 جدا. بدأ كابتن حسام حسن امبارح في خط الدفاع محمد هاني، اللي خلاص يعني محمد هاني فيفا، محمد هاني فيفا، اسمه محمد هاني فيفا. ليه محمد هاني فيفا؟ عشان محمد هاني اي تيشرت هيلعب بيه في اي بطولة ايا كانت لو ما لهاش اللوجو بتاع فيفا هنا، انسى محمد هاني، مفيش محمد هاني. عايز تلعبه؟ طب انا بتمنى وبطلب من اداره النادي الاهلي، يعني احنا ان شاء الله نخلص موضوع المنتخب، كده كده في المنتخب هيلبس كل التيشيرتات فيفا في البطوله اللي احنا فيها. طيب بطلب من اداره النادي الاهلي ان هو الوحيد اللي يلبس الماتش بتاع كاس العالم للانديه واحنا بنلعب الدوري واحنا بنلعب افريقيا واحنا بنلعب في اي بطوله. نتمنى
ان يتم الموافقه لمحمد هاني على الوحيد اللي يلبس التيشيرت اللي عليه كاس العالم للانديه او فيفا او لوجو فيفا، او خيطوا له لوجو فيفا في اي تيشيرتات علشان نشوف منه الاداء ده. محمد هاني عالمي، راجل، اوفرات، تدخلات دفاعيه، تاكلينجز، مش عارف اقول ايه اكتر من كده. محمد هاني مليون من مليون، اداء عالمي وبطولي ورجولي، يليق بواحد من كباتن النادي الاهلي وكباتن منتخب مصر. طيب، بدأ زي ما قلنا رامي ربيعة قمة في الحلاوة والشياكة والأناقة والدفاع والرجولة. رامي رجولة زي ما كنا بنقول عليه في النادي الأهلي. يمكن كان في خلاف سنة بسيطة بينه وبين جمهور النادي الأهلي لأنه ساب النادي الأهلي ومشي، ولكن النادي الأهلي يتمنى لك كل خير، جمهور النادي الأهلي بيتمنى لك كل خير يا كابتن رامي. أنت محترم. ولما اتسألت عن جمهور النادي الأهلي بعد الوديه بتاعت روسيا قلت ان جمهور النادي الاهلي هو اللي عمل رامي ربيعه. فانت راجل محترم، ادائك محترم، رجوله، مفيش لا اختلاف عليك بالنسبه لكابتن رامي ربيعه. بدا محمد عبد المنعم واللي بنتمنى له الشفاء، وتمت اصابته يعني اثناء او في الكوره اللي اتحسبت فيها بينالتي على منتخب مصر. تقلت شويه محمد في الكوره دي، ما لعبتش بسرعه، ولكن قدر الله كله خير. ألف سلام عليك، واتمنى لك الشفاء إن شاء الله. فتوح وجمال فتوح وأناقة فتوح وشياكة فتوح وحلاوة فتوح وابن منطقتي، وهطبله غصب عن عين التخين. طيب، فتوح أداؤه عالي جدا جدا جدا، ولكن نتمنى إن يكون اللي حصل في الخلفية يكون شد إن شاء الله، ما يكونش تمزق في الخلفية، لأنه لو تمزق هياخد وقت طويل جدا، وهنا هتبان بقى المعاناة من مركز الباك الليفت او باك شمال. فنتمنى انا لسه ما شفتش اي تقارير للاسف. انا بعد المباراة نمت فصحيت متأخر، فما شفتش اي تقارير عن حالة اللعيبة اللي تم اصابتهم، ولا صلاح ولا محمد عبد المنعم ولا فتوح. ولكن اثناء الفيديوهات بتاعه الاحتفال بعد المباراه على طول في غرف الملابس، كان محمد عبد المنعم واقف على رجله بيرقص مع اللعيبه، بيحتفل مع اللعيبه. فده طمني شويه من ناحيه محمد عبد المنعم، لانه زي ما حضراتكم عارفين محمد عبد المنعم لسه راجع من اصابه، فبنتمنى له ان ربنا يشفيه ويبعد عنه الاصابات، هو وجميع لعيبه منتخب مصر واللعيبه المصريين عامه. طيب، كابتن حسام حسن عمل حركة أصيع من الصياعة، بس عارف انت لما يكون هو القدر ربنا سبحانه وتعالى موفقك للحاجة دي، حركة صيعة جدا. عندك مهند لاشين ومروان عطية الاتنين مهددين بالإيقاف عن المباراة القادمة لحصول كل منهم على إنذارين. والحقيقة أنا كنت مفكر إن لما بتطلع الدور اللي بعد كده الإنذارات بتتشال، فمعنى ان انت امبارح مهند لاشين او النهارده مهند لاشين خد انذار فمش هيلعب المباراه القادمه. فدي حركه صايعه جدا 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 من الكابتن حسام حسن، ولكن هي حركه بقدر الله سبحانه وتعالى وباراده ربنا سبحانه وتعالى وهي توفيقه، ان ما يضحيش بمروان عطيه من بدايه المباراه. طبعا كلنا عارفين مهند لاشين لعيب كبير ويحترم، مروان عطيه لعيب كبير جدا ويحترم، ولكن انت التأثير الإيجابي أو الأكثر إيجابية عندك لمروان عطية. فكابتن حسام حسن هنا أجل لعب مروان عطية ولعب محمود صابر اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر إن هو يلعب علشان يسجل أول أهدافه في كأس العالم 2026. ربنا قدر له دوت. فتقل كابتن حسام حسن على مروان عطية ولعبه في الشوط الثاني بالتبديل لما نزله هو وزيزو. فدي حركة صايعة تحسب للكابتن حسام حسن بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. مهند لاشين أداء عالمي، أداء رجولي، محترم جدا جدا جدا، لعيب كبير جدا جدا جدا. أداؤه بالنسبة لي النهاردة ياخد 8 9 10 من 10، مفيش مشكلة خالص خالص خالص. ولكن هيغيب مهند لاشين عن المباراة القادمة، فبالتالي هنتكلم في الموضوع ده ان شاء الله قبل المباراة بيوم او بيومين، ان هتلعب بمحمود صابر اجباري مع مروان عطية. طيب، لعب النهارده امام عاشور. امام
مش بالحال الجيد، مش احسن حاجه، مش حلوه اصلا، مش عايز اقول كده بس مش حلوه اصلا. في احسن بكتير، بس انت الجول اللي جبته في بلجيكا خلاك في سنه غرور كده امام، مش لذيذه، مش عجباني، مش على هوايه، ومش على هوا جمهور مصر كلها، ولكن توفيق ربنا في النتائج اللي بتحصل هو اللي مخليك بعيد عن العين وبعيد عن اللب اللي بيحصل. طيب، امام عاشور محتاج تبطل طمع، تبطل انانيه، تلعب مع الناس، لان الناس انتوا كلنا بنلعب باسم مصر. مش لازم يبقى عندي جولين واثنين وثلاثه وخمسه تمام، معاك، انا معاك ان ده حلم اي لعيب كره قدم بيلعب في بطوله كاس العالم، بتسوق لنفسك وبتعمل كل الكلام ده. اللي انت بتعمله انت مش بتسوق لنفسك، انت بتضيع نفسك، اللي انت بتلعب وحش جدا، مش وحش بس وحش جدا. فانا كمثلا، خلينا نقولها بالبلدي، كشافين الكوره حول العالم، لو انا بشوف ادائك ده عمري في حياتي ما هبقى عايزك، بالرغم من انك لعيب كبير، لعيب بدني قوي ما شاء الله اللهم بارك، لعيب فنياتك عاليه، ولكن اللي انت بتعمله بتضيع كل ده على الارض. الله سبحانه وتعالى وفقك. ما هو محمود صبري اهو ما لمس كور كتير وما عملش اداء حلو، ولكن ربنا سبحانه وتعالى وفقه ان هو يجيب جول في المباراه النهارده، عشان بيلعب مع الناس واداؤه كويس وبيحاول وبيجتهد. انت حاول واجتهد، ولكن مش بانانيه، مش بطمع. لو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك تجيب جول تاني بمجهودك هتجيب برضه، بسعيك، تمام، ما عنديش مشكله، بس مش بانانيتك، مش بطمعك. لان برضه في ناس كتير قوي، سواء المصريين اللي في امريكا سواء المصريين اللي في مصر، قاعدين منتظرين منكم كتير، بيدعوا لكم، كل الكلام ده كله. فبنتمنى من امام عاشور التركيز شويه واللعب مع الناس شويتين ثلاثه، علشان كده صعب وكده كتير. طيب، لعب محمد صلاح، الف سلام عليك يا ابو مكه، ان شاء الله يكون شد خفيف. كان انا استغربت التبديله، كانت بدري قوي، الدقيقه 56 او 65 مش فاكر، استغربت ان محمد صلاح هيطلع من بدري كده وكابتن حسام حسن هيبلينا بزيزو. فبعد خروجه شفت ان هو اتحط له تلج على الخلفيه بتاعت رجله اليسرى. فان شاء الله نتمنى الشفاء ويكون شد خفيف باذن الله، ويشارك معانا كابتن محمد صلاح في مباراه استراليا. لعب النهارده تريزيجيه عالمي، تريزيجيه عالمي، تحولات من الدفاع للهجوم عالمي، في مراوغات كتير، لعب مع الناس، حاجات حلوه كتير قوي، كتير قوي 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 عملها تريزيجيه النهارده، تحسب له ويشكر عليها، وتشكر يا كريزيدي. فكابتن محمود تريزيجيه يشكر بجد بجد بجد، اداء عالمي محمود تريزيجيه، محاولاته كتير على المرمى، لعبه ايجابي جدا على الجول. فمحمود تريزيجيه جامد 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 جامد، ونتمنى الاستمراريه. زيكو، يمكن زيكو النهارده ما جاش خالص، ممكن يكون ده تاثير التعب، السفر، الماتشين اللي فاتوا اجهاد، ولكن قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين. وبرده كابتن حسام حسن من الناس اللي بتدي ثقه للعيبه، فما زالت ثقته في زيزو، ما زالت ثقتنا احنا كمصريين في زيكو كبيره جدا جدا جدا. طيب، اللي خلاني اتكلم عن محمود تريزيجيه دلوقتي ان افتكرت حاجه، ان تريزيجيه كان اداؤه عالمي قوي قوي كهجومي، ويمكن لما شفنا ان احمد فتوح اصابته ادت لخروجه ومفيش تبديلات، كنا احنا خلصنا خلاص 5 تبديلات، محمود تريزيجيه غطى مكان فتوح، واللي لعبها بمعلمه ولعبها بشكل كويس جدا. فانت امبارح انا بقول لك، او النهارده بقول لك، تريزيجيه عالمي، لان تريزيجيه تحولاته من الدفاع للهجوم كانت حلوه جدا، ولما ادى سير المباراه لانه يلعب في الخط الدفاعي مكان احمد فتوح، اداه حلو جدا 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 جدا. فبشكر كابتن محمود حسن تريزيجيه. طبعا نزل مكان محمد عبد المنعم التبديلات ياسر ابراهيم 2 مليون من 10، 2 مليون من 10. ياسر رجوله، بطوله، اسد عالمي، وروحوا ناموا، بتحلموا، هتختفوا، مش هبانوا، كل الحاجات دي، كل ده ياسر ابراهيم موجود فيه. ياسر ابراهيم صاحب اهم انقاذ في مباراه النهارده، في اخر دقيقه من المباراه ضحى بنفسه ورمى نفسه قدام الكره تيجي زي ما تيجي، وتيجي في الحته اللي تيجي فيها، شال جول مؤكد كان ممكن يغير كل الحسابات وكل الترتيبات.
كابتن زي ما قلت ياسر ابراهيم 2 مليون من 10. ياسر ابراهيم بالنسبه لي لو على التصدي حتى الاخير بس، فهو بالنسبه لي 2 مليون من 10. طيب نزل مروان عطية برضو. مروان كان في حتة الاستحواذ والتسليم والتسلم، يمكن احنا كنا زي ما قلت ممشيين الماتش زي ما احنا عاوزين، او كابتن حسام حسن كان ممشي الماتش زي ما هو عاوز بفكره براحته، بيعمل استحواذ عالي جدا جدا جدا. يعني ما شفناش منتخب ايران غير في كرة البينالتي والكرة اللي بعديها اللي هي دخلت جول، و الكورتين الاخرى خالص اللي شالها ياسر ابراهيم واللي دخلت جول، وكانت تم الغائها بداعي بتقنيه الفار ان هي اوفسايد. طيب مين تاني نزل حمزه عبد الكريم. عجبني تخبيطه، عجبني ان هو بيحاول مش بيتخدم عليه قوي، ولكن قد المسؤوليه. بيحاول كويس جدا 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 في سنه ان هو يكون بالحماس ده وبالروح دي. مبروك ليه طبعا. تاكد او رسميا تم التعاقد معاه، او تم التعاقد من قبل برشلونه معاه. فبنبارك لك جدا جدا يا حمزه، وان شاء الله تكون بدايه خطوات النجاح، ونشوف محمد صلاح تاني وتالت ورابع، وبدات في مكان حلو وكبير. فاتمنى الاستمراريه منك، انت لعيب كبير جدا 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 جدا، وربنا معاك. طيب نزل مين تاني؟ نزل احنا قلنا ياسر، ونزل مروان عطية مايسترو طبعا، حمزة عبد الكريم. ما اعتقدش ان زيزو حفروك تقعد تعمل. بص يا زيزو، انت بالنسبه لي مثال للاونطه في الكوره، فاهم؟ انت بتنزل تعمل شويتين عليا وانا ببلعهم بمزاجي، فاهم؟ بس طيب ماشي زيزو، ماشي برافو. هقول لك ايه؟ طيب ما هو انا اتخنقت، فاهم؟ يعني انا اتخنقت في النادي الاهلي واتخنقت في منتخب مصر بسببك. هتقول لي ضغط نفسي عليا وضغط، لا مفيش الكلام ده، لا مفيش الكلام ده. عندك محمد صلاح، طب ما عليه ضغط نفسي لان هو كابتن منتخب مصر والوحيد العالمي في منتخب مصر. ليه ليه ما عليه ضغط نفسي؟ ان هو قائد للمنتخب، المفروض ياخد المنتخب ويروح بحته. والراجل ده برغم الضغوطات الكتير اللي عليه واللي كانت عليه، وخسران افريقيا كام مره، والسنغال مش عارف ايه، ووارد ان احنا نقابل السنغال ولا واللي بلا 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 ده كله، ومع ذلك الراجل بيأدي مليون في المية بالرغم من فرق السن بينك وبينه. فلا. طبعا التبديل الاخير كابتن عمر رولز رويس، كابتن عمر مرموش. يمكن امبارح ظهر شويه باداء على المرمى او ايجابيه على المرمى بشكل كويس. في احسن من كده عمر؟ معرفش ليه. ليه الاداء متراجع، المستوى متراجع ليه؟ مش فاهم. هل ده حاجه معينه في تفكيرك انت مأثره عليك في الملعب، او يعني اجهاد عضلي او الكلام ده كله؟ خلينا نقول قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. التاريخ يكتب من خلال جنود المصريين في كرة القدم بقيادة القائد حسام حسن ومحمد صلاح ورفقائه الرجالة، لأنكم كلكم رجالة. بنشكر ربنا سبحانه وتعالى، ثم بنشكركم على كتابة تاريخ جديد، فصل جديد. يعني انا عن نفسي هراجع الاداء بتاع منتخب استراليا، وهاجي اعمل لك فيديو برضه ونتكلم فيه عن منتخب استراليا، وممكن نشوف ايه نقاط الضعف بتاعتهم ونقاط القوه ونتكلم عليها. وطبعا ده شغل كابتن حسام حسن، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكبر بخاطر المصريين جميعا، ونتاهل من دور ال 32 لدور ال 16 لاول مره في التاريخ، ونوصل لحته كويسه جدا 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 في كاس العالم، ويكون ده زي ما بيقولوا بعد الصبر جبر بالنسبه لحسام حسن، لانه طبعا تم طرح اسمه اكتر من مليون مره قبل ما يمسك منتخب مصر، ويكون بعد الصبر جبر للمنتخب للشعب المصري، وبعد الصبر جبر لمحمد صلاح والناس اللي لعبت قبل كده كاس العالم، واللي لعبت افريقيا ولم تتوفق ولم يحالفها الحظ في الفوز بالبطوله. ان شاء الله نروح لمكان بعيد في كاس العالم، مش عايزين نخاف من حد، مش عايزين نهاب حد الا الله سبحانه وتعالى. نتوكل على الله ونعمل اللي علينا. ادائنا رجولي، ادائنا عالمي، ادائنا جامد قوي 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 قوي. وان شاء الله الماتش هيكون يوم اعتقد السبت او الحد.
مش فاكر قوي يوم 3. بس الحمد لله ان احنا مش هنلعب كوره يوم واحد، لان بصراحه انا كان عندي فرح يوم واحد، فمش هعرف مش هعرف انا بصراحه اتفرج على الماتش، وما كنتش هعرف اعمل لك فيديو. فقدر الله ما شاء فعل. كل ال ال اقول ايه، كل الاقدار او كل التدابير جت في مصلحتنا كلنا، مصلحتي انا ومصلحه المنتخب ومصلحه كل الناس. يعني لعبنا استراليا بدل كوريا، وانا الماتش يوم السبت بدل الاربع تقريبا. يعني كان هيبقى يوم 1/7 الساعه 11، وانا كان عندي فرح حد اخويا يعني، اكتر من اخ كمان. طيب. بشكركم جدا على كل الكلام الحلو اللي بيتقال. بشكركم على دعمكم. نشكر منتخب مصر على انه ادانا الفرصه ان احنا نعيش الحلم ده. الحمد لله رب العالمين. توته توته، خلصت الحدوته، خلصت حدوته الفيديو ده، خلصت حدوته دور المجموعات، وتبتدي حدوته جديده بدايه من دور ال 32 في كأس العالم. ان شاء الله ربنا يكرمنا، وبشكركم جدا، وسلام عليكم.